السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. غادي نحضر معكم اليوم واحد المركز ديال العصير الحامض. هذا وقته ينفع ان شاء الله في وقت الضيق. شحال كيجيب لنا البنات وبطريقه سهله ان شاء الله. غنوريكم جوج طرق او حتى ثلاثه ان شاء الله. راه سهل بزاف، كيجي زوين واقتصادي في نفس الوقت وكيعطي كميه كثيره ما شاء الله كما كتشوفوا. غادي ان شاء الله نبدا معكم المراحل من الاول ونبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنا الحامض كتير ما شاء الله، عندي تقريبا 24 كيلو ديال الحامض مغسول من طبيعه الحال مزيان. عندي الحامض البلدي والحامض الرومي، عرفتي راه كيجي العصير زوين بزاف ديالو. هانتوما رانا باديه المرحله ديال العصير وتبارك الله راه فيه الماء بزاف. هذا وقته البنات استغلوه ان شاء الله وجدوه لرمضان. كنحتاجوا الحامض بزاف بهذه الطريقه هذه، كيسهل عليك تخبعيه، ما كياخذش حتى البلاصه وكيغلى. راكم عارفين كيوصل حتى ل 20 درهم الكيلو. العام اللي فات وصل 20 درهم الكيلو. عندي هنا حامض بلدي وحامض العادي. غادي نخلط ان شاء الله، واللي بغى يدير نوع واحد ممكن يديرو. انا كيعجبني البلدي، كيجي واحد النسمه زوينه مغايره على العادي. وانا راه باديه كما قلت لكم الخدمه. نتوما كتشوفوا عندنا مثلا هنايا بديت كنعصر. هذا نص المقدار. كنحاول نقول لكم انا المقدار ديال 8 كيلو ان شاء الله. هانتوما 4 كيلو كنحكها على هذا الشكل، و4 كيلو تنخليها عادي. حاولوا البنات تحكوها وفي نفس الوقت ما تقيسوش عفوا ديك الجلده البيضاء، ماشي لانها تطلق المروره ولا شي حاجه، بالعكس عيل على حساب العصير تجيكم ساهله تبقى شاده في راسها. وتنحكوها البنات عادي، ما توركوش بزاف وفي نفس الوقت ما تحكوهاش كامل حتى تولي بيضاء، يعني شوي كما قلت لكم. الا عندك 8 كيلو ديال الحامض غديري 4 كيلو على هذا الشكل، تحكيها على هذا الشكل. و4 كيلو ما غاديش تحكيها، غتعصريها نيشان صافي هكا بركه، ما تبيضوش بزاف. وتنبقاو نعصرو وفي نفس الوقت كما قلت لكم احنا تنحكوه. حاولوا ما تبيضوش. هانتوما العوين تبارك الله ما شاء الله، كلشي تيعصر كلشي تيحك، شي تيحك شي تيعصر وغاديه. ولدي الصغير تا هو قالك والو نعاون. هانتوما ما شاء الله شوف، هي حامضه وحده فيه الماء تبارك الله وكيعصر نيت من نيته تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظهم. قالك والو تا انا نعاون. البنت عندي تا هي كتحك، حيتاش كميه كثيره صعيب باش ديريه بوحدك. الا كنتي بوحدك من الافضل تقسميه على 3 المرات، او لا بحال اليوم خدمي 8 كيلو غدا خدمي 8 كيلو وغادي هكاك ان شاء الله. صافي كنقطعوه باش نعصروه. اللي حكيناه كنقطعوه ونعصروه، وكذلك الحامض اللي ما تحكش تقطعوه ويتعصر عادي. يعني في المجموع ديال 8 كيلو النص حكيناه والنص ما حكيناش، وفي الاخر تنعصروا كلشي. انا راه ديجا كما قلت لكم انا كنعصر نوجد بحال هكا، كنقطع ونعصر في نفس الوقت. قطع كميه كثيره باش يجيني ساهل، ماشي كل مره نقطع ونعصر. قطعي مثلا في دقه واحده عاد بديت تعصري باش يجيك ساهل. ومن طبيعه الحال ما غاديش تعصري 8 كيلو في العصاره ديال الضو بوحدها، خاصك تكيسي عليه. يعني شويه عاوني بيدك شويه بعصاره الضو غاديه حتى تكملي الكميه كامله. هانتوما شوفوا راه الجلده تبارك الله راه باقا شاده كامله باش يساعدكم في العصير. نعاود نشرح مزيان. هانتوما 4 كيلو محكوكه على هذا الشكل، حاولوا ما تبيضوهاش. و4 كيلو كتبقى على هذا الشكل هذا ما محكوكاش. الحبه المزيانه كنشدها نحكها بحال هكا، تكون حبات نقايه. والحبات اللي كنلقى فيهم شراطي ولا كنلقى فيهم شي ديطاش ما غاديش يتنقى مزيان بحال هذا الشكل، بحال هذه كنديرها في البانيو نحكها. واللي لقيت فيها ليطاش بحال هكا تنخليها العصير العادي. هانتوما كتشوفوا كنعزل المضروبه واللي ما مضروباش كنخليها نحكها. ولكن راه ضروري البنات تقسموا الكميه على جوج، يعني النص غادي تحكوه والنص غادي نديروه. بعد ما عصرنا الكميه ديالنا كامله كنحطوا القشور
صافي وكنحركو مزيان. شوفوا القشور تبارك الله صفر زوين. دابا غنديروا سنيده، قلنا 8 كيلو ديال الحامض، غنحتاجو 4 كيلو ديال السنيده. كندير الجوج الاولين ونحرك واحد التحريكات خفاف باش نصيفي ندير 2 كيلو الثانيين الاخرين. حاولوا تقسموا السنيده، ما ديروهاش مره واحده باش تحركي هذيك شي شويه تذوب، عاد تزيدي الاخرى كتحاولوا تحركوها شي شويه بحال هكا ها باش تتخلط مزيان. ومني كديروا سنيده على هذا الشكل تخليوها تذوب، راه ضروري ما كيبقى البنات 24 ساعه هو مرقد على هذا الشكل. ممكن تخلي عندك حداك في البوطاجي مثلا كل 2 سوايع تحاولي تحركيه، كل 2 سوايع تحركيه، وحتى بالليل صافي كتخشيه في الثلاجه وتخليه يبات. الصباح راه كتلقاه موجود ما شاء الله. صافي انا بعد ما دابت هاد 2 كيلو ديال السنيده غنزيد 2 كيلو الاخرى. ديما البنات ملي تيكون العبار مضبوط كيجيكم هاد المركز ديال الحامض كيجي زوين. ومن كتبقاي تضيفي مثلا كاس في كل اطرو ديال الماء، ما كتحتاجي تزيدي لا سكر لا حتى حاجه، كيجي محمض زوين وفي نفس الوقت حلو. هانتوما شوفوا الكميه ما شاء الله. ملي كديري 8 كيلو وفي 4 كيلو سكر، الكميه ما شاء الله معقوله. هانتوما البواطه عمرت صافي. انا راه بات 24 ساعه. هذا راه واحد اخر، هذا داز ليا فيه العظم، ولكن راه ماشي مشكله، راه كلشي غادي يتصفى. هانتوما شو كتبقاو تحركوا هكا كما قلت لكم مره كل 2 سوايع. حطوا حداكم في البوطاجي كما قلت وانتم كتحركوا. فما دخلتي الكوزينه حركيه، وفي الليل خليه يبات في الثلاجه. الصباح كتلقاي تبارك الله دايب ولا سيرو، وراه الخير ما شاء الله. دابا البنات استغلوا الحامض، استغلوا هاد الفتره ديال الحامض، راه موجود وبكثره. يعني دابا راه رخيص، نتوما عارفين في وقت الحامض كما قلت لكم راه كيغلى. دابا كيكون رخيص، عا كيفوت هاد المرحله راه كيولي غالي. دابا هي 3 دراهم 2 دراهم تشري لك الحامض ان شاء الله. ايوا نحضروا به ما شاء الله الخيرات. صافي هاد الكميه يا واجده. دابا راه ما كملتش الحامض كامل، غنوريكم طريقه اخرى ان شاء الله. هذه الطريقه الاولى. صافي غنجيب نبدا نصفيه، وانا راه غنبدا نصفيه ان شاء الله مرحله بمرحله. تجيبوا شي زويف حياتي هو فاش كنصفيه، وما تحاولوا ما تصفيوش في الصفاي باش ما يجيكمش فيه يدوش لكم فيه الفرتيت ولا شي حاجه ديال القشور. كتحاولوا كما قلت لكم تصفيوه في الصفاي. ان شاء الله نوريكم مرحله ديال التقطير ديالو. راه كيجي بحال السيرو تماما خاتر، ما خصو والو على شويه ويولي عسل. هانتوما ما نشوفوا راه هذه ماشي الكميه كامله، راه مازال الخير ما شاء الله تيجي زوين. صافي غنبدا العصير ان شاء الله. انا راه بديت كنجيب كما قلت لكم زويويه في حياتي بحال هكا وكنبدا نعصر. تخليوها الكوزينه بحال هكا. الزيت حياتي كيخليه كما قلت لكم صافي 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 مزيان، ما كيدوش فيه لا فرتيت لا قشور لا عظم لا حتى حاجه. هانتوما كيبقى على اللب ديالو. هاد اللب راه ما ترميوش، عطا الله ما ديروا به ان شاء الله. صافي انا عصرت وكملت. دابا نوريكم الطريقه الثانيه ان شاء الله. كما العاده 8 كيلو د الحامض، عندنا البلدي والرومي. غادي هاد المرحله هادي غادي نعصرها كامله، ما غادي نصف ما غادي نحك لا حتى حاجه. اللي بغى هاد الطريقه البنات راه سهله على المرحله الاولى. المرحله الاولى كتبقاي تحكي، هاد المرحله ان شاء الله ما غاديش تحكي. طريقه جديده تنتمنى البنات تجربوها، راه سهله وزوينه. اللي ما عندهاش الوقت باش تحك دير هاد الطريقه ان شاء الله. كما قلت لكم راه 8 كيلو ثاني غادي نعصرها كامله. بعد ما عصرتها قسمت الجلود، هاد القشور ديال الحامض قسمتهم على 2. النص غادي نرميه، وهذا النص هذا اللي بقى في الطبله غادي نقطعو دوائر. راكم نوريكم. هذا غادي نخليه وهذا غادي نرميه. صافي غادي نشد هاد الحامض اللي خليت غادي نقطعو دويرات، اولا قطعي على حسب الرغبه حتى شرائح، يعني بحال المهم انك غتقطعيه. صافي غنستمر في التقطاع ديالو ونعاود نرجع معكم ان شاء الله.
نكمل تقطاع ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. راه كيجي ساهل. هانتوما الا بغيتو ديروا شرائح ديروا شرائح، المهم هي انكم تقطعوا نص الكميه ديال داك القشور والنص الاخر غادي نرميوه، ما غادي نحتاجوش. حتى هذا الرويس خليوه ماشي مشكل. غنوريكم هاد جوج حامضات صافي ونحبس باش ما نطولش الفيديو، واخا راه تيبان ليا طول شي شوي. صافي بحال هكا حتى نكمل ان شاء الله. ها هو نفس المرحله، شدينا الحامض اللي عصرناه درنا فيه سنيده وخليناه واحد شويه حتى ذاب، ماشي بزاف، راه بحال خلطته بسنيده يعني شي ساعه هكاك. صافي تندير ليه القشور، غنسوس هاد القشور كاملين على هذا الشكل. راه بطبيعه الحال تقولوا لي راه مسخ ولا شي حاجه، القشور راهم مغسولين منظفين وحتى البلاصه راها منظفه فين وجدناهم. كنخلطوهم على هذا الشكل. هذه اللي ما عندوش الوقت يحك راه نفس الطريقه تعطينا، انا جربتها نفس اللوغو نفس المذاق نفس كلشي نفس النتيجه ان شاء الله. يعني اللي ما عندهاش الوقت دير هذه القضيه هذه. دابا غتخلطو مزيان وغتغطيه وغتخليه كما قلنا 24 ساعه، اولا عفوا هذه المرحله ما تحتاجش 24 ساعه، غادي نخليوه يرقد واحد 6 سوايع. مثلا الا بديتيه في الصباح غتخليه شي 6 سوايع، غطي عليه بحال هكا كيتشرب مزيان. هاد المرحله هذه كتخليه انه ديك الجلده ما كتبقاش قاصحه، كترطب وكتشرب داك السائل وكتعسل. ها هي بعد ما دازت هاد المرحله صافي ها هو تخلط. اش غادي نديرو؟ غادي نصفيوه. هاد الطريقه راه ساهله البنات، اللي ما فيه ما يحك هاد الطريقه راه بسيطه وسهله. اللي ما بغاش تماره غادي يدير هاد الطريقه هذه. بعد ما كنصفيوه كنجيبوا الخلاط الكهربائي، نصفيوه كامل وغنجيبوا الخلاط الكهربائي غنديروا فيه دوك القشور باش نطحنوهم. ها نتوما شوفوا القشيرات راه ولاو معسلين ورطبين. كنشدو نديرو في الخلاط الكهربائي كما قلت لكم، وكنزيدوا من هذا العصير هذا على هذا الشكل وكنطحنوهم على هذا الشكل. غنطحنت ورجعت معكم. صافي كنعاودوا عاوتاني نفس الفكره، كنخلطوهم معاه على هذا الشكل هذا. كتديري ديك الكميه اللي عندك كامله ديال القشور كلها كتوجديها طحنيها مع داك العصير نيت. صافي عاوتاني وغنخليه يرقاد يكمل. ضروري البنات ما يكمل 24 ساعه ديالو في هاد الترقيده هذه. عندك جوج حلول، يا اما ديري القضيه الاولى ديال تحكي القشره، اللي ما عندوش الوقت راه نفس النتيجه البنات عطات. صافي انا بعد ما بات عاوتاني هانتوما كما كتشوفوا راه السكر ما بقاش كاع بتاتا داب. نفس المرحله ان شاء الله غادي نصفيوه ونرجع معكم ان شاء الله. نصفيوه كامل في الزويف ديال حياتي ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. ها انتم الخير ما شاء الله. هذا هو اللي عاود صفيت معكم دابا، هذا هو اللي صفيت دابا، هذا هو الاخر. اما هادو راه كتصفاو البارح وتقادوا مشاو للكونجيلاتور كما كتشوفوا. هذا راه مشى للكونجيلاتور. بغيت نوريكم القوام ديالو. راه واخا تجبديه من الكونجيلاتور راه ما تقوليش غنجبدو حجره ما غاديش يذوب ليا. انا غنجيب معلقه ونوريكم كيفاش كيتهز. ما كيجمدش كيبقى بحال هكا. خدمي به اللي عجبك. راه يصلح ماشي على العصير، يصلح الكيكه، يصلح عوض ديري كاس الليمون ولا كاس هذه كتهزيه بحال هكا وجود. كدير واحد المعلقه في كويس د الماء وها هو عندك شو تبارك الله معلق زوين. بالنسبه لهذا المركز ديال الحامض في كل كاس ديال العنبه تنهزو كاس من هذا الخليط ديال العنبه تنديروه في اطر الماء. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي تيجي خاتر زوين بحال العسل. راه ما كيجمد ما والو. تنتمنى انكم تجربوه وتعجبكم الفكره. وقت ما بغيتي كتجبدي. انا نعطيك العبار بالضبط باش ما يجيك لا مسوس لا والو، غيجيك هو هذاك. كنشدو كاس ديال العنبه من هذا المركز وكنضيفوا عليه الماء حتى تنعمروا الاطر ديالنا. راه كيجي روعه البنات. هانتوما شوفوا ما شاء الله. انا خلطت قريعه كما قلت لكم كاس ديال العنبه في اطرو، كاس ديال العنبه في اطرو ديال الماء. كيجي زوين وما كيجمدش. اللي زوين فيه هو انه ما كيجمدش. هذاك المركز كيبقى سائل كيبقى خاتر وزوين
كتهزيه وقت ما بغيتي، ما كتمحني معاه ما والو، وفي نفس الوقت ما كيشدش ليسباس في الكونجيلاتور. ملي كديري في هاد البواطات هادو كنشريهم ب5 دراهم،